تصريح خطير من مالك بيراميدز الإماراتي سالم الشمسي بيعلن فيه خبر غير متوقع بالمرة، وده بعد خسارة نادي الزمالك النهاردة وفوز بيراميدز ب3 أهداف. وبيرجع عن قراره اللي أخده بعد مباراة الأهلي. يمكن بعد مباراة الأهلي سالم الشمسي طلع وهدد الجميع وقال أنا هسحب كل استثماراتي من مصر، لأن الوضع بقى وحش قوي، وكل الفرق بتحاول إنها قدام الأهلي لازم تتعادل أو تخسر، وكان في ظلم تحكيمي. لكن بعد اللي حصل النهاردة قدام نادي الزمالك وفوز بيراميدز ب3 أهداف وتقديمهم مباراة قوية، أعتقد إن النهاردة إحنا ضمننا إن إحنا نفوز بالدوري. وأنا مش هضيع الفرصة دي، علشان كده بتراجع عن كلامي في سحب استثماراتي. أنا هكمل في الدوري المصري، وهكمل، وهتشوفوا السنة دي أنا اللي هاخد أفريقيا وأنا اللي هاخد الدوري على حساب الأهلي.